شوفي بقى الناس بتقعد تشتكي من الجواز وتسب وتلعن وتتعفرط وبتاع، بس برضه ما تستغناش عنه. ولولا الجواز كنا هنبقى موجودين اصلا؟ ده لولا الحب ما كان في الدنيا ولا انسان، معروفه. وبعدين هو الحب لعبه ولا الحب لعبه؟ الحب مش لعبه، ده بيت وجواز وعيال ومسؤوليات. طب من غير الجواز كنت هتهم مين بضياع فرد شرباتي؟ تشيلي مين ذنب ضياع مستقبلك الوظيفي علشان خاطر البيت والعيال؟ المتنفسات دي هتلاقيها فين تاني؟ نكتم في روحنا بقى لحد ما نتخنق ونموت. وبعدين كنت هتعرفي منين طعم الحياه من غير ما تتجوزي؟ مش لازم نتجوز علشان نعرف ان الحياه كان ليها طعم قبل الجواز. لا 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 لا، اوعي تعملي زي الناس الخايبه تشتكي من الحياه بعد الجواز، تقولي ده جواز ناجح وجواز فاشل، جواز حلو وجواز وحش. فيش الكلام ده، الجواز كله حلو من غير استثناء، الجواز كله حلو. ممكن الحياه اللي بعده يبقى فيها شويه مشاكل، لكن هو نفسه حلو. الجواز ايه؟ حلو؟ لا انا عايز اسمعها عدل. الجواز ايه؟ لا اقعدي استني هنا ما تمشيش. اسمع، الجواز حلو جدا جدا. حلو. ايوه حلو. ها يا ولاد، صباح الخير. صباح الفل يا فندم. صباح النور. عاملين ايه؟ حد ناقصه حاجه؟ حد بيشتكي من حاجه؟ لا كله تمام يا فندم. مش ناقصنا اي حاجه يا فندم. ربنا يبارك يا فندم. طيب انا دايما بحب اكرر واقول لكم ان احنا شركتنا اعلى معنويات في الشركات اللي زينا كلها، واحنا لسه رافعين معنوياتكم الشهر اللي فات، وان شاء الله في زياده معنويات مع السنه الجديده. احنا متشكرين لسعادتك بجد. ما تكملش. سعادتي مش مهم، سعادتي المهم سعادتك انت. ياه، انا بستمتع وانا بحل مشاكلكم. ارجوكم يا جماعه اتكلموا. يعني مش قادر انطق. لا حسين، سيب نفسك. لا حسين، انا علمتك كده. يعني اتكلمت انا وزمايلي، اتكلمنا مع بعض صح؟ يعني يا فندم المعنويات في شركتنا عاليه وكل حاجه يا فندم، بس يعني احنا محتاجين جنب المعنويات دي، مش قادر اقولها. شوف بص، بيبقى مجرم وهو مكسوف. لا مش طالع من بقي. لا بيبقى مجرم وفي حاجات في بقه. ايه يلا حبيبي اديني يعني شويه مرتبات. بالظبط يا فندم. ولو حاجة بسيطة يا فندم. مرتبات؟ ايوه يا فندم، يعني تقدير مادي. يعني حضرتك مش هيكون بنفس أهمية التقدير المعنوي طبعا، بس حضرتك فاهم يعني التقدير المعنوي مش كل حاجة. فعلا المعنويات ما بقتش كل حاجة. المعنويات بتروح وتيجي يا فندم. ايوه خلينا اتكلم معاكم بصراحه، يعني انتوا اخواتي، اوكي؟ اخواتي طبعا. احنا دلوقتي يعني علبه السجاير دي انت بتجيبها بالمرتب. لما بتدفع قسط العربيه، الشقه اللي انت ساكن فيها بتدفع لهم بالمرتب. رايح تتقدم لواحده بيسالوك على مرتب او هتعيشها بالمرتب. فيش يا جماعه، الدنيا اتغيرت فوق وبقى كله بقى بالحب. مظبوط يا فندم، مظبوط. عندك حق يا فندم. بعدين نحمد ربنا، في شركات ما بتدفعش غير مرتبات وبس، يعني منشفينها على الموظفين بتوعهم. لو دفعوا معنويات بيدفعوا شهر وشهرين لا. احمدوا ربنا، احنا مش كده. انتوا عارفين. طبعا مظبوط يا فندم، مظبوط. كنت هنسى. ايه يا فندم؟ انا ما دفعتش الجمعيه الشهر اللي فات يا حسين. لا يا فندم ما تحرجنيش لو سمحت. لا انا أرجوك هدفع. لا. انا هدفع أرجوك دلوقتي. أنا هدفع. معلش. لا ادفع بنفسي، انا جيت لك خلاص. اوكي تعالى بقى خد شهر 8. شهر 8 تعالى. ايوه. لا مش عايز اسراف. اديني 9. لا بس استنى. لا اصبر، انا داخل بنفرين. يا فندم ما تسيبنيش. اخليك. يلا ها. ما تسيبنيش. يلا عشان لو عايز تشتري حاجه بقى ولا تجيب حاجه. ما تسيبنيش. لا انا محتاج ادفع حاجات تانية. لا عندي حاجات. يلا. شوف برضه كنت هنسى. انا كنت جاي النهارده اقول لكم خبر بمليون بوسه. مليون بوسة مرة واحدة. يا ما انت كريم يا رب. القبض نزل النهارده. نزل ازاي؟ ده لسه فاضل اسبوع على اول الشهر. احنا لقينا ان المدارس قربت، فقلنا يعني ايه يبقى في حته حنيه كده مننا علشان نبل ريقكم. طيب وكمان في خبر بقى ان الشهر ده هيبقى عندكم نظره عطف زياده. نظرة عطف زياده. طب مفيش لمسة حنان كده من الشهر اللي فات؟ لا ولد، انت كده بتطمع. ايه؟ طيب يا شباب اسيبكم بقى عشان تلحقوا الخزنه قبل ما تقفل. ايه سعادتك؟ ايه؟ يلا عن اذنكم. مستنيين ايه؟ يلا على الخزنة عدل. زمانهم واقفين طوابير تحت، استنوا شوية. نستنى ايه يا عم انت؟ ده احنا عطشانين حنية بقالنا كتير قوي. أنا جاي. يلا يا لا انا مش زلمة، هستنى. يلا عندك حق. بينا يلا بينا. عاجبكم كده؟ اهو بقالنا ساعة واقفين في الطابور وضيعنا وقت الشركة. هو الوقت ده مش بيساوي حب هو كمان؟
يا ستي ما هي الناس واقفه كلها اهي. ياه، ده انا كان قلبي بدأ يصدي والقسوة تملاه. وانا كمان، ده انا كنت هدفع مصاريف مدارس الاولاد من دم قلبي بعد ما الحب خلص. بس الحمد لله، الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الوشوش مورده والعيون متبسمه والقلوب مرفرفه، باين عليكم القبض يا ولاد، بيبان. بس يعني يا فندم، مش كنا جبنا مكنه اي تي ام تقبض الناس؟ ده في شركات كتير بتعمل كده. يعني الحق علينا ان احنا بنحرص ان التقدير المعنوي يوصلكم اول كل شهر عن طريق بني ادم زيكم، مش كده ولا ايه؟ على فكره الكلمه الحلوه وهي طالعه من المكنه مهما كان بتحس ان هي مصطنعه. بنسمع حوادث عن زملاء بيقبضوا من مكن وبتاع، مره المكنه علقت وفي وسط الحضن المكنه قفشت، اضطروا يجيبوا البنك بقى عشان يفكوا الحضن منه وبتاع، والبنك بقى يرجع له الحضن في حسابه، وكانت حكايه وحشه. المكن كله مشاكل يا شباب، مش كده ولا ايه؟ صح يا فندم، صح فعلا. ايه ده انتوا طالبين اكل؟ يا عفاريت، لا عندي انا لا معلش عندي انا النهارده. خلاص وريني. طالبين 2 شاورما ميكس حسابهم اشكرك، 1 فاهيتا لحمه حسابهم احسنت، في 3 سلطه بارك الله فيك، وفي جمبري جامبو. يا عفاريت ده غالي ده بقى، تعالى خد حساب الجمبري كده، حساب الجمبري بقى. لا كده بقى حضرتك لسه ليك باقي بقى. لا خلاص خليهم علشانك. لا واقول لك كمان، خد دول علشانك بقى. بيبقى عسل وهو بياخد بقشيش. المفروض ان اي حد بيشتغل اي شغلانه يكون يا اما هي تخصصه اللي درسه يعني هو يشتغل فيه كتير وكده، زي مثلا الدكتور، فني اللحام تحت الميه، المهندس، يا اما حاجه هو شاطر فيها وعارف زخانقها بقى جايبها من تحت كده، المنجد، الميكانيكي، المحامي مثلا، يا اما بقى تكون موهبه، يعني واحد عنده موهبه اللي هو الأويماجي مثلا والترزي، المطرب، النشال، دي موهبه من عند ربنا، يا اما بقى حاجه يكون تكوينك الجسماني يأهلك ليها، البودي جارد، رقاصه، والحاجات دي ده محتاجه مؤهلات خاصه علشان خاطر تعرف تعمل كده، باستثناء الموظفين طبعا مليون مؤهلات، بس انا بصراحه بتلخبط معاهم شويه، ما بعرفش احكم عليهم. لكن لا بص اقول لك على حاجه، اوعى تقول ان في شغلانه مهمه وشغلانه مش مهمه. خد بالك كل الشغلانات مهمه. يعني مثلا الراجل اللي بيقف بمناديل في الحمام ده مثلا، الناس تقول لك ايه ده ايه فايدته؟ يا خبر ابيض ايه فايدته؟ لا انا اقول لك ايه فايدته. تخيل انت دخلت الحمام ولقيت المناديل جوه لوحدها من غير المدرب بتاعها، ممكن تهاجمك، ممكن تأذيك يا اخي، ما هي ما تعرفكش، هي مش مولفه عليك، الانستراكتور بتاعها مش واقف جنبها موجود معاها كده، انت مش هتعرف تستخدمها. بعدين لازم يكون في حد مختص يشوف مشاكل الموضوع، عيوب الصناعه وبتاع، هتحتاج جوه، يعني مفيش حاجه مش مهمه. طبعا هو ساعات بيبالغ شويه لما يديني المنديل يقول لي كل سنه وانت طيب، يعني انا مش حاسس ان دخول الحمام مناسبه سعيده لدرجه انك تهنيني، بعد الشر ما هيش من السنه للسنه، لا ده مكاني الطبيعي، باجي كتير وبمشي، البيت بيتي يعني، لكن هو مهم، لا مهمين. عندك مثلا كمان عامل الاسانسير، ممكن حد يقول لك يعني هو بيعمل ايه يعني، لا بيعمل كتير، معلش يا سلام، انت تعرف تسوق الاسانسير كده؟ تعرف تاخد الغرزه من السابع للتاسع دي، الغرزه اللي بياخدها دي، شوف ايديه على الزراير، شوف الفن، ملاحظته للاضاءه وبتاعت، انت تغمز له غمزه هو عارفك، واخد بالك، عارف انت ساكن في الدور ال30 ياخدك من الارض لل30 حته واحده من غير ما يقف في محطات ولا ترانزيت ولا قرف، البشر كلهم واقفين طالبين الاسانسير، مفيش ينفض لكل ده وعارفك، شفت الخبره؟ فنان هو يعني. عامل الاسانسير ده بيقوم مثلا بدور المحرم، تخيل 2 لوحدهم في الاسانسير وهو مش موجود، انت فاهم بقى. عندك مثلا ايه، عسكري المرور اللي بيشاور للعربيات انها تمشي والاشاره خضراء، ويشاور لهم تقف والاشاره حمراء، تقول لي فين الاضافه؟ اسكت، ما تقولش فين الاضافه، الاشاره فتحت وانت داخل خلاص معدي، بعدين قلبت وانت في نص الشارع، الاشاره دي حته حديد، دي ما عندهاش مشاعر حضرتك، لازم الراجل ده يقف ان يعدي، ما تعديش كده، يظبط الدنيا، يسيطر على الموقف. طب افرض ان انت دلوقتي مثلا واحد تاني ما بيعرفش يقرا ولا يكتب وعنده مشاكل في الالوان، يشوف بقى اخضر واصفر واحمر وبامبي وبتاع، اصلا في اشارات بتبقى منوره كل الانوار في نفس الوقت، البني ادم اللي واقف ده هو اللي محرك المساله، هو اللي مخلي المسائل طريه، يعني يا ريت بقى نفكر بره الصندوق ونبطل نصدر احكام بشكل عنيف كده. في بقى السايس اللي بيظهر لك فجاه وانت خارج من الركنه خلاص، هوبا يقوم جاي يوجهك بقى، عارف النوع ده؟ بص يا باشا، اكسر شمال واطلع على طول كده في الشارع على طول. لا والله فعلا امشي في الشارع على طول ممكن؟ طب وبعدين
بعد ما امشي على طول هتسيبني لوحدي؟ ارجوك ما تسيبنيش لوحدي، خليك معايا، كمل معايا، دلني ارشدني على بقيه مستقبلي، امشي ازاي؟ تعالى قول لي. يعني انا بقول احسن ما يشحت برضه ولا يمد ايده. خد بالك الشحاته برضه ده مجال وله مواهب وشغلانه. يعني انا اتذكر الشحات الكلاسيكي بتاع زمان لو بدا ينقرض بالفعل. يعني الشحات التقليدي ده اللي هو اسمه الحركي شحات ابو كف، اللي هو بيجي يمد ايده عادي، يلبس لبس مقطع، يستخدم جمل عاطفيه، ادعيه محفوظه، حسنه قليله تمنع بلاوي كتيره، هنايا لك فعل الخير والثواب، التقليدي فاهم، حاجه قديمه زي ده انقرض. مفيش بقى، هو مش متابع الشغلانه بتتطور، مش ابديتد بالجديد في مجاله، ما ده كده مش صح، هو ضيع نفسه في حاجات اظرف كتير. عندك مثلا الشحات اللي متغرب ده بيحكي قصص روائي، الراجل ده روائي طبعا له احترامه، عنده دايما لازمه اللي هي وانا نفسي اروح بلدي، دايما يتكلم كلام وفي الاخر يقفل وانا نفسي اروح بلدي. ده بيبقى عنده قصه مش مؤثره اطلاقا، مجملها ان هو ضفدع بشري مصري رميته طياره هليكوبتر في المكان ده، يقول لك انا حضرتك من قريه السمبساوي وزور ابن خاله امي، وتذاكر القطر داس عليها وهي بتشرب، وفلوس التذكره اتسرقت بعد ما اتحرقت، وفي الاخر وانا بدي اروح بلدي، يقوم قافل الكلام بنفس الحته دي. فهمت؟ ده تعمل معاه ايه بقى؟ ده تطمنه، ده مش محتاج فلوس، ده عايز يطمن، عايز احتواء. انا بقول له كده، بقول له ما تقلقش، الاسبوع اللي فات قابلت حوالي 18 واحد في نفس حالتك، كلهم من قريه السمبساوي، كلهم معانا هنا، ومفيش حد في بلدكم خلاص دلوقتي، خليك معانا، يعني لو رجعت هتلاقي بلدك فاضيه، خليك معانا بقى. يطمن، هو كده اطمن. في بقى نوع من الشحات صايع جدا، محتاج تدريب ومحتاج قبضه قويه، خدت بالك؟ ده الشحات اللي بيدخل عليك مادد ايده بالسلام، هو بيسعى للسلام، عنده رساله السلام، اسمه العلمي ذا هاند شيكر. ده طبعا ايه، بتضطر تسلم عليه، قفش خلاص الراجل خد ايدك تاني، يفضل قافش في ايدك لحد ما يحكي لك تاريخه بالكامل، ذكرياته، آلامه، عجزه، كل مقاسيه. ده الحل بتاعه ايه بقى؟ انا اقول لك بقى، تعمل نفسك محتاج تطلع فلوس بايدك، تسلد ايدك، تخلع، ما يشوفكش تاني. اصل هي محتاجه، فاهم، محتاجه سنس عشان تتعامل معاه. التويست ده هو اتمرن وعلى قبضته، وانا اتمرنت هنا في الدماغ. في بقى الشحات الرياضي، بقى البطل الاولمبي، يجري جنبك من غير ملل او يأس، جنب عربيتك، منتهى الرشاقه والثبات، عالمي. ده ميزته ايه بقى؟ لو ما اديتلوش حاجه ما يزعلش. ليه؟ روحه رياضيه، اولمبي. النوع ده بقى لما بيعتزل بيدرب السايس اللي بيجي لك جري وانت خارج من الركنه، اشتغل مدرب، فاهم اللفه؟ في عندك كمان نوع شحات ذكي جدا ورومانسي. بص، هو رومانسي سلاش انتهازي، عشان لو عايز تسيرش عليه. بيستغل لحظات التوهج العاطفي بين المحبين، بيقتنص اقصى حالات الضعف الانساني الشفاف، ويعتمد على ان مشاعرك بتكون محلقه في اعلى درجاتها دلوقتي، ويقرص بقى واطي جدا. واخيرا النوع الاكثر رعبا على الاطلاق، الشحات الزومبي. لا ده وحش، ده اللي بيظهر في منطقه من الاثنين، يا اما تلاقيه في المقابر وانت طبعا معيط ومتاثر وعامل ده هيرحمك، يخش بقى يكمل عليك لان انت بالنسبه له انت جاهز. الشحات الزومبي اللي من النوع الثاني ده الشحات المسرحي بقى، ده راجل بيفهم في المكياج، اكسسوار، ملابسه، حاجته، واخد واقف اضاءته، يتكلم بصوت فيه بحه هزه، يتنفس بصعوبه، يتكلم بالاشارات، طبعا معاه كميه اشعه وروشتات مضروبه بالهبل. ده على فكره ده هايل جدا. انا مره شفت اديته فلوس، قلت له بص انا على فكره مش مديك فلوس عشان تتعالج، لا فكك، انا هارش، انا زميلك بالمناسبه، فنان وكده، وانت عجبتني يعني، انا اشكرك، بس خف الميك اب. حط الفلوس في روشتات وطلع يجري، فقلب اولمبي فجاه وبقى زي الفل. بقول لك ايه، بص انت عارف المشهد بتاع النهارده اتلغى، انا كنت محتاج 20 جنيه عشان اجيب غدا بس، لان انت عارف انا من قريه السمبساوي اساسا وبحتاج نقل دم. لا، ما انا هروح انا اجيبهم لك انا من عند الحاجه دلوقتي. لا اصل انا قاعد هنا بقالي كذا يوم. ما هاجي لك بقى بعد كده. بقول لك سلم عليا. طب يا عم بقى حل عني بقى يا عم، انا بشحت منك. ايه الناس دي؟ ايه يا زغلول يا ابني؟ مش هتيجي تنزل معايا الوكالة عشان تمسكها من بعدي؟ بلح؟ يعني انا بقول اي كلام؟ قصدي ان انا عايز اشتغل في وكالة البلح. زغلول، بابي عنده اكبر وكالة اعلانات في البلد كلها، وانت عايز تروح تشتغل في وكالة البلح؟ اسف يابا. بابي بيتقال له يابا، انا علمتك على كده. سوري يابا. كده يبقى مفيش بلح. لا، بلح. كات حلو جدا، بس معلش يا اساتذه هنعيد تاني عشان عندنا مشكله في البلح في الصوت. هنعيد البلح كله تاني حضرتك؟ 5 دقايق بس، هنظبط حاجه ونعيد تاني. استريحوا مكانكم، اشربوا حاجه. بوفيه. معلش انا كنت عايز اسال بس، يعني هو ليه في وكالة البلح وفي البلح كفاكهة وانا زغلول، وبعدين هو لابس كده وكالة اعلانية وليه الراجل ده لابس زي الاستاذ سعيد؟ يعني ليه في بلح؟ ايوه صحيح فكرتني. اشربوا حاجه بس بليز، ما تاكلوش البلح، ده راكور.
دور غريب جدا. الدور ده ماشي اليومين دول على فكره. لا انا بتكلم على الدور اللي بمثله مش دور البرد. انا كمان بتكلم عن الدور اللي انت بتمثله. الدور اللي انا بمثله منتشر اليومين دول. هو في لخبطه ولا انا غبي النهارده؟ انا مش عارف في ايه. مش فاهم صحيح يا احمد، الدور ده انت خدته من المنتج ولا من المخرج؟ لا من المخرج. طب ودور البرد ماله؟ خدته من مين؟ من المخرج، انا حبيبي اصله. طب وخدت له ايه؟ انا خدت له شويه برتقان ورحت بقول لك حبيبي يعني. يا احمد ما بكلمكش على المخرج، بقول لك البرد خدت له ايه؟ المنتج الله يكرمه كان معاه كيتوفان. ايه ده، هو منتج ادالك كام؟ ادالي 500. كيتوفان 500؟ اه انا الدور ده ما اخدش فيه اقل من 1000. يعني انا اتضحك عليا في الفلوس ولا انت قصدك كيتوفان 1000 ولا هو مال الكلام عامل كده ليه يا عم والله سعيد العظيم النهارده؟ انا ما فاهم اي حاجه، لان البلح اللي عاملين يقولوا من الصبح. ايوه استنى بمناسبه البلح. المشهد ده انت عندك استعداد تقول الكلام ده بتاع البلح ده؟ طبعا. مش انت لسه قايل انه بلح؟ حافظ على اكل عيشك يا احمد، اكل عيشك تحافظ عليه حتى لو كان بلح. حاضر. لان انت نواه لفنان كويس. عم سعيد انت عارف اصلا المسلسل اللي احنا شغالين فيه ده كله اسمه ايه؟ طبعا عارف. اسمه ايه؟ عرق البلح. يا سلام. ايه السطحي عشان في بلح يبقى عرق؟ لا اسمه عشق البلح. ايه القرف ده؟ يعني عرق البلح اللي نضيف، ما عشق البلح وحش برضه اسمه وحش. بص اقول لك على حاجه، احنا نظبط الكلام. ظبطه ازاي؟ اسمع بس، احنا هنشيل كل اللبس اللي في المشهد. لا استنى بقى، هو ينفع؟ ينفع يا ريس، ادائك هو السر. كلام وحش يعني هنشيل. ينفع هنشيل البلح والكاله والمش عارف ايه. استنى بص، احنا هنشيل شيل يا احمد. هنشيل من هنا. شيل يا انا أحمد. هعتبر نفسي في بيت اخويا. يا عم خد راحتك. انا هظبطك يا احمد، مدد راحتك وشيل في الورق كله زي ما انت عايز، السكريبت كله بتاعك. احنا هنحط بقى المشهد ده في منطقه تانية خالص. مسلسل عشق البلح 3 تالت مرة. 3 2 1 اكشن. يا ابني ما يعني ابا انا كده. طيب ما كده يبقى على طول يا ابني. انا اسف انا وخلاص. كات كات كات. ايه رايك يا استاذ؟ ده اشيك. انا اظن واضحه ومنوره ويعني ملمعه لا نفسها. انا شايفه امريكاني سيت كوم كده في ملمعه الخفيف. نفسها. اداء بقى وجاي من تحت. حلو قوي. يعني الاداء جاي من تسلم ايدك يا استاذ، والله تسلم ايدك. اداء حاسس ان انتاج. انا مش مشكلتي اللي انا اتطردت من بلاتو انا في السن ده، ما انا ياما اتطردت من بلاتوهات كتير. انا مشكلتي الرئيسيه ان السبب في ده حد تافه زيك. الله يكرمك يا عم سعيد، انت راجل مؤمن بقى وعارف ان دي ارزاق. انا شخصيا ما صدقت خلصت من الدور. ايه ده؟ فجأة كده دور البرد راح منك؟ لا بقول لك احنا نرجع تاني نقول دور ومش دور، مفيش دور بقى، ما نقولش دور تاني. لا دور. لا سعيد ابوس ايدك. دور. سعيد ابوس كيسك. دور. غير الموضوع. خلاص على رايك. انت اخبارك ايه؟ الحمد لله. عرفت ان الولد طالع هيروح يعمل حج السنه قدم في القرعه وجه عليه الدور. طب الحمد انت لله. بيتك اخباره ايه اللي بتبني والله بنيته قاعد اهو في اول دور، بس بقى عشان اول دور بيخش عليك الوغش كله. يا عم انت هتعيش في الدور، انت لسه مطرود من دور يا قدام راجل ما دلوقتي. تقولش الكلام ده. ايوه يا ناديه. انت فين؟ انا في الشغل يا ناديه. راجع امتى؟ ليه يا ماما؟ خير. انت عارفه السؤال ده بيعصبني. يلا نتعصب. طب حاول ترجع بدري النهارده. اشمعنى النهارده حبيبتي؟ اصل خلصت الغدا النهارده بدري والمسقعه هتسقع. ناديه انا لسه واصل عطارد، قدامي سنه ونص على الاقل لو الطريق ماشي كويس، وقلت لك 100 مره ما تتصليش بيا في الشغل الا لو في حاجه ضروريه. في حاجه ضروريه؟ هو انتوا بتشتغلوا اصلا؟ ده انتوا قاعدين في فضا مفيش بعد كده. ناديه لو سمحت احترمي شغلي، انا رائد فضاء. يعني رائد في الداخليه يا حسره؟ ده انت لو في الداخليه كان زمانك دلوقتي بقيت عقيد زي هشام ابن خالتي، ما هو من دورك. طيب يا ناديه، هشام ابن خالتك ده اعظم حاجه في الدنيا. ممكن تسيبيني للشغل السخيف بتاعي بقى؟ يلا باي باي. ايه مالك بس؟ مفيش. لا يعني انت كده طبيعيه؟ معرفش. ما عملتش حاجه كان المفروض اعملها؟ طب عملت حاجه ما كانش المفروض اعملها؟ لان انت بتحسي احيانا ان لما في حته انا كنت عملتها قبل كده وانت قلتي لي عليها وانا ما عرفتش مثلا. يمكن. ناديه في ايه يا حبيبتي؟ سلامتك. اسماعيل انا زهقت وتعبت. من ايه بس؟
انا ما بقتش قادره استحمل. سلامتك خير يعني طب انا اعمل ايه؟ اتفضلي مالك؟ انا تعبت بجد من المذاكره للعيال. نعم. بنتك بقالي 3 ساعات بشرح لها في موقع مصر الجغرافي، مش عايزه تفهمه. خدته النهارده في المدرسه برضه مفيش فايده. انت متصله بيا في الشغل علشان خاطر مذاكره العيال. ناديه لو ناديه ممكن استاذنك ناجل النكد للميعاد بتاعنا اللي هو المعروف؟ اوكي. ايه رايك؟ لو هنأجل ده مفيش مشكله. اوعدك وهيبقى اشيك كتير من دلوقتي في شويه لخبطه كده، بعدين يبقى منظم والنكد يعني هيعجبك. اوكي يلا باي باي. بقول لك ايه، اجيبها لك تكلمها شويه عن موقع مصر الجغرافي اللي انت شايفه من عندك. مش وقته يا ماما. اسماعيل انت هتبص بصه واحده، انت مش عايز تتعب ابدا. يعني يا رب انا سبت الكوكب وطلعت لغايه هنا عشان ابص على الكواكب ولا النجوم ولا القمر؟ ابص على موقع مصر الجغرافي؟ مين القمر اللي بتبص عليها دي يا استاذ؟ لا ناديه لا القمر ده اللي هو الجسم المعتم ده. وكمان جسمها معتم؟ لا ناديه انت مش عارفه معتم يعني مظلم يا ماما. ولما هي مظلمه اصلا بتبص عليها ليه؟ هي مين دي؟ القمر اللي عندك. ناديه ارحميني بقى لو سمحتي. طب انت كده معطلاني. طب هي احلى ولا رحاب بنت خالتك؟ مش امك كانت بتقول على رحاب بنت خالتك اللي هي قمر برضو؟ لا اله الا الله، بحق ده الاذان يا رب، بحق ده الاذان. انا فوضت امري ليك. طيب انا كنت عارفه. طيب والله كنت عارفه. تقفلي دلوقتي علشان انا ورايا شغل حساس جدا، واخده بالك؟ واوعدك ان شاء الله انا هكلمك بعدين. يلا باي باي. طب خلي بالك من نفسك. طب يا حبيبي يا سلام على الرقه. ما تنساش تجيب لنا معاك وانت جاي عيش من فينو. الله على اللمسه. طيب اسماعيل ابقى تقل كويس عشان بيقولوا فيها عصابه شمسيه. يا حنيه لا يا حاضر يا ماما حاضر. يلا اقفلي بقى عطلتيني. ايوه خلاص لا مؤاخذه يا باشا. يلا تعالى كمان ايوه كمان فسوه. خش عليا خش بس بقى بطل. سيب لي بقى مفتاح المكوك علشان خاطر اتصرف. لا بقول لك ايه، انا مش هلمع كل مره. النيازه كانت امبارح بهدلتها. ماشي هطوقها لك بالفوطه كده. يلا استفتحنا عسل. انت شايف البهدله اللي انا فيها دي كلها؟ فاكره دي حاجه؟ ما شفتنيش لما كنت موظف؟ اكتر ناس بيصعبوا عليا حضرتك الموظفين. الموظف حضرتك بيتعذب عشان ياخد ابسط حقوق الاجازه. انت عارفه ان الاجازه دي قصه كبيره؟ يا نهار ابيض، مفيش مدير بيحط الاجازه في حجمها الطبيعي ابدا. الاجازه دي بيتعاملوا معاها لان هي خطيئه. دي اجازه يعني ما فيهاش مشكله. انا كموظف من حقي اني اتعب يوم او تروح عليا نومه ارتاح اي حاجه. الاجازه مش محظوره ولا مكروهه، مش معقول، ده حقي. التشدد ده نساهم انواع الاجازات الفعليه، غسلوا مخنا، مسحوا تاريخنا. هي الاجازات من اول ما بدأوها بتتصنف ايه؟ انا هقول لك تصنيفهم عشان نفكرهم وننكد عليه. معلش خدي عندك اول اجازه طبعا العارضه. كلامهم مش كلامي، حصل شيء عارض منعني من الحضور، مش عجبه يعني. واظن مفيش حاجه لا في قانون العمل ولا في الشرع تجبرني ان ابرر او اشرح ايه نوع العارض ده بالذات. عرض اعمل ايه؟ تلاقي المدير مصر يعرف انت خدتي اجازه عارضه ليه. اتفضل يا استاذ احكي لي بالتفصيل ايه اللي منعك من الحضور. يا فندم والله ما تحب تعرف ولا تفاصيل ولا ينفع اوريك اي حاجه، دي عارضه فسيبني في حالي. في حاجات يفضل السكوت عنها، مش هينفع. الصنف الثاني من الاجازات بقى اجازه اعتياديه. شوفي اسمها، شوفي ناعمه ازاي. عادي صحيت يوم اعتيادي، لبست اعتيادي، دخلت الحمام اعتيادي، فطرت اعتيادي، وقررت اقعد في البيت اقضي مع اولادي يوم اعتيادي جميل. ليه الاسئله الكتير دي؟ يعني في ايه بقى؟ عايز اجازه ليه؟ ما قدمتش عليها من بدري ليه؟ واخد اسبوع بحاله ليه؟ في ايه؟ انا عندي رصيد اجازات. ده رصيدي، مش مستاهله بقى كل الاسئله دي. ينفع اروح البنك اطلب من الرصيد يقول لي لا مفيش خليك عايزينك؟ ايه اللخبطه دي؟ ما ده رصيدي حقي. وطبعا عندنا كمان يا ستي الاجازه المرضيه. اظن في عندنا بواقي انسانيه تخليني مش محتاج اخوض في النوع ده ولا برره. ده مرض اخش على اي حد انت مريض اتفضل ارتاح. لا وعلى فكره اضطرابات النوم مرض، الانعزال عن الناس مرض، الخوف من اماكن العمل مرض، الحب مرض. ده الحب مرض وبهدله، كل دي امراض من حقي يبقى كده اروح على المرضي على طول. طبعا في عندنا كمان اجازه الوضع يعني، ونلاحظ ان هو مصطلح فضفاض شويه، نهايه مفتوحه كده مش محددين وضع ايه، ولما بيوافقوا عليها ما بيدوهاش غير للستات. يا سلام، انا مش فاهم ليه. ما انا من حق اخد اجازه اضع فيها. لا مش لازم اولد يعني، بس اضع ايه بقى؟ انا حر يعني. اضع خطه لمستقبلي، اضع النقط على الحروف، اضع راسي مطرح ما اضع رجلي يا اخي، مالكش فيه. فاهم قصدي؟ قانون العمل في صفي بيحميني، انا في السليم. ما ده وضع اخد وضع. احنا لازم نضع حد بقى لقصه الاجازات دي يعني. مش لازم بقى نقعد لبعض على الواحده وسين
وجيم عطلت. هي اسمها عطله ليه؟ عشان انا عطلت، دي اجابه كافيه. هو يعني لازم سبب عنيف علشان خاطر الواحد ياخد اجازه؟ انا بقى عندي اسباب تانية من حق الناس انها تاخد فيها اجازات، انا عايز اعمل بيها قانون. لا عندي اجازاتي، في اجازات وهتسمعيها تقتنعي تماما. يعني خدي عندك مثلا اجازه المنية لو اللي زهقان، واحد زهقان منية كده، تصحى من النوم مثلا يوم كده منية، مالكش مزاج، منية كده، مفيش اي تعريف ولا اي صفه للموضوع ده يعمل ايه؟ بذمتك تقومي تلبسي وتنزلي وتروحي الشغل ازاي من غير نفس كده؟ قرفان، ما تتنيق تقعد في بيتكم لغايه ما دوره حياه التنيئه دي تنتهي، فك يرجع لطبيعته يرجع تاني، حرام. دي اجازه. في بقى كمان اجازه المقبوض. اجازه المقبوض دي اللي هي بتاعت اليوم باين من اوله، الصبح تنزلي رجلك من على السرير تخبطي صباعك في الكومودينو، ده فتح كلام، تنور النور تتكهربي، تخشي تستحمي تلاقي ماما مشغله ميه سخنه في المطبخ، تسقعي جوه تتلسعي. لا بصي، ده يوم تاخديه من قصير وتقعدي في البيت، لان اليوم لو كمل على استقامته بنفس الاسلوب ده هتاخدي الميكروباص بالحضن. فعلى ايه؟ ده هو يوم باين من اوله. بلغي شو مساء الخير يا فندم، انا النهارده قلب مقبوض، تقعدي، احنا مش شغالين في ناسا يعني، مش معقول. وطبعا عندنا اجازه مهمه جدا جدا اللي هي اجازه تغيير الفصول. الوقت ده اصله مربك والله، بيصعبوا عليا. تلاقي الشارع مقسوم نوعين، ناس لابسه بلوفر صوف وجاكيت جلد وماشيين نص سوا وشوشهم ورمه من الحر زي الفراخ المندي، لابس تقيله مكشر ليه؟ اقلع، ما صحش اقول له كده بقى، ده ياخد اجازه. ناس تاني لابسين نص كم وشعر ايديهم واقف عاملين زي الفراخ المجمده وشوشهم لونها موف كده، مش مميز، اتلخبط يا عيني. حاله الفراخ دي بانواعها، واحد يقعد في بيته لحد ما الدنيا تستقر، الصوره تتضح، الجو مش مستحمل، بعدين ننزل شغلنا. شفتي بقى احنا شغلتنا حلوه ازاي؟ ما عندناش بقى التقفيله بتاعت شارع اجازه براحتنا، فنانين، عارف فنان ده بيه، قاعدين اهو بص نشتغل نفكر ندردش نتكلم براحتنا، عملنا فن ما عملناش، يعني احساس احمد. ايوه يلا عشان هنصور. لا انا منيق دلوقتي. نعم يا حبيبي اخلص. حاضر يا استاذ، حاضر، معلش انا اسف جدا، البيت بيتي. ايوه يا استاذ حاضر، انا جاي اهو. ايوه أعمل حرة أو مستوظف، هي الدنيا 7 أيام، فبلاش تفتي أو تستظرف ولا تتشعبط في الأوهام. يجي السبت وبعده الحد ولازم تصحى بدري، كاره نفسك كاره اسمك، قم بكرامتك دغري. تاخد دش وتحلق دقنك وتدور عالمكوى، خد لابتوبك قبل موبايلك والبس واطلع اجري. يوم الحد ده يوم الجد والمدير متنرفز، لو قفشك هيطلع عينك ويرخم ويغلس. يجي الاتنين وده زحمة العيد، قدرك فيك تتأخر، كل الناس في الميادين معجونة وبتفرفر. توصل شغلك بعد كتير متعصب متقدر، يوم الاتنين اصلا اسفين فعديه وكبر. يجي بعديه يوم ملبوس سموه التلات، كل حياتك فيه بتبوظ وتخش في متاهات. يوم سئيل تقيل ورزيل مليان اجتماعات، مش هتروح غير بالليل ولسه عليك ايميلات. يجي بعديه يوم الاربع فيها تحس. ماله الاربع؟ مالوش شخصيه. طيب خش على الخميس. الخميس يوم التهييس لازم له تخطط، نملك ساعتين بعد الشغل لا تيجي على العشا وتسقط. بكره اجازه وبعده اجازه فرفش يلا وزقط. ده الخميس يوم التهييس كلم صاحبك ظبط. تيجي الجمعه تصحى براحتك وتقول ما هنريح، تلقى الاسره لابسه وجاهزه عايزين بقى نتفسح. ترجع مهدود قبل ما تقعد يضرب جرس الباب، تلقى زيارة ملهاش لازمة يا أهل يا أصحاب. يوم السبت تنام عالكنبة تفتكروا ده يوم راحة، ما فيهوش غير مشوار الدرس وتمرين السباحة، وكمان في مشوار صغير كلنا كده عارفينه، هتطلع عالسوبر ماركت وتعدي تجيب فينو. بس بسرعة بلاش تتأخر عالفيسبوك وتهري، بكرة الحد وخليك فاكر لازم تصحى بدري.
لا يا حبيبتي ما تقلقيش، ان شاء الله النهارده هجيب الشهاده، كله عشان خاطر عمر. لا ما تقلقيش. موظف الارشيف وصل يا فندم. بلغ الاتش ار يجيبوه على مكتبي. حاضر يا فندم. ممكن تتفضل معانا ببوشه وشاره لو سمحت؟ انتوا مين؟ احنا الاتش ار. طيب تسمحي بس اغير هدومي واجي مع حضرتك؟ اتفضل. اتفضل. ايه ده؟ ايه ده؟ مين قال لكم تربطوه كده؟ فكوه بسرعة. اخلصوا. أغبياء. معلش يا عادل، أنا نسيتك من الصبح لغاية دلوقتي. كان يوم طويل، اجتماعات وكده. بتوع الاتش ار دول كمان ايدهم تقيلة قوي. ما تزعلش. ولا يهمك يا فندم. انت عارف يا عادل، انا بطلب من الموظفين ان هم يقدموا طلبات الاجازه من بدري، مش من قبلها بيوم او يومين، لا، من اول السنه وللسنه كلها. انت عارف ليه؟ ليه؟ لان موتي وسمي الموظف اللي اطلبه ما لاقيهوش قدامي. يا حضرتك بس انا كنت مقدم فعلا على الطلب. وصلني. لا انت حبيبي، انا حتى كنت حابب اتناقش معاك فيه شويه، يعني طبعا لو ما كانش عندك اي مانع. تحت امرك. انت كنت طالب اجازه يوم 8 مارس. 8 لذيذ، خلاص انا موافق. اوكي يلا، مفيش اي شوف لما بتبقى من بدري نتفق مع بعض وكل حاجه بتمشي، مفيش مشكله. استاذنك بس ابص على النتيجه. ده يوم خميس. طيب ايه المشكله؟ يعني هتاخد اجازه خميس وجمعه وسبت. طيب يا فندم، هو حضرتك طبيعي ان انا يعني اخد اجازه الخميس، مش هرجع الشغل الجمعه يعني. ابتديت تفكر حلو. انت عارف ممكن ما تجيش الجمعه كله، ممكن تيجي الجمعه نص يوم من بعد الصلاه، نخلص شويه حاجات او لا 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 لا، عارف في فكره تانية حلوه جدا. انت ممكن تاخد الجمعه كله اجازه. ايوه، تقضي اوقات سعيده مع ولادك، يعني يبقى يوم لذيذ كده في البيت. حتى انا اكلمك بالليل يوم الجمعه اطمن عليك، انت حبيبي يا عادل. الله يخليك. بالتالي ممكن تيجي بقى يوم الخميس عادي خالص، مش كده؟ حاضر يا فندم. خلاص نشوف ايه تاني عندنا. انت طالب اجازه تانية يوم 2 مايو. عايز 2 مايو؟ 2 يا عادل. طيب يا فندم ايه المشكله؟ يعني انا في اليوم ده تقريبا كده داخل اعمل عمليه معينه. ده بريدج يا عادل. ايه؟ بريدج بين اجازتين. انت عايز تنط من 1 مايو عيد العمال ل 3 مايو مولد النبي من غير ما اشوفك؟ يا شقي، والله شايفك وانت بتنط البريدج. كل سنه وحضرتك طيب يعني، بس يعني فندم انا عندي ظرف معين، فانا محتاج ان في اليوم. انت عارف انا ما بحبش موضوع الكباري ده خالص. حتى انا لما باجي اسوق ممكن امشي الف في مصر كلها، لكن ما اطلعش كوبري. خطر يا عادل، خطر. البريدج خطر يا عادل. خلاص يا فندم، يعني بلاش بريدج، بلاش كباري خالص. اتفقنا؟ حاضر يا فندم. عندنا يوم 5 أغسطس. ايوه. تصدق انا اول مره اخد بالي ان في شهر كده اغسطس. ايوه ده شهر من شهور السنه يا فندم يعني. لا لا لا، استنى اقسموا معايا كده، لما بتقسموا بيبقى غريب قوي. اغسطس. ايوه، خدت بالك ان هو غريب؟ اغسطس يا فندم، يعني غريبه شويه. انت جبت اليوم ده منين؟ يعني انا يعني اليوم ده يوم ممتاز يا عادل، برافو برافو عليك. انا تلميذ حضرتك يا فندم. بس بص، انت دلوقتي كبرت وممكن اتكلم معاك. انت عارف الوضع الاقليمي بقى صعب جدا دلوقتي. اسعار النفط في النازل، وبورصه نيويورك تراجعت 1.6. المؤلم في الموضوع ان الاحتباس الحراري ابتدى ياثر بجد على القطب الجنوبي. البطاريق السنه دي فقست متاخر، والدرافيل يا عادل، انا مش عايز اوجع قلبك، بس الدرافيل جنحت في استراليا. انت مش متابع ولا ايه؟ يا فندم يعني انا عندي تقصير في الثقافه العامه، بس يعني عادل
يرضيك الدرافيل تجنح في استراليا؟ لا يا فندم سلامتها، بس يعني انا عندي مشاكل تانية. لو سمحت يا عادل، هتيجي على نفسك اليوم ده بس. احنا اتفقنا في اللي قبل كده، اليوم ده بس. انا مش هقول لك عشان خاطر الشغل، عشان خاطر البطاريق. ولا انت عايز البطاريق تزعل يا عادل؟ لا انا تحت امر حضرتك والبطاريق يا فندم. حلو قوي كده، خلصت الموضوع اللي انت كنت عايزني فيه. ممكن بقى نتكلم دلوقتي في الموضوع اللي انا كنت عايزك فيه، وعشان كده جبتك هنا. تقدر تفهمني ده ايه؟ ايوه يا فندم، ده طلب شهاده خبره. بالبساطه دي؟ يعني يا فندم انا موظف في المكان، يعني اظن من حقي ان انا اطلب شهاده خبره. شوف يا عادل، احنا في شغلانتنا دي اللي بيطلب شهاده خبره بيبقى حاجه من الاثنين. يا اما بيبقى مش واثق من نفسه فبيبقى محتاج ان احنا نقول له انت خبره، دي حاجه غريبه يعني، حتى انا مش عارف ليه قلتها كانها حاجه من الاثنين يعني. يا اما بيبقى لا سمح الله عاوز شهاده خبره عشان يشتغل في شركه تانية. والله العظيم والله العظيم يا فندم. عادل، انت فاكرنا نايمين على ودانا ولا ايه؟ اقرا الجورنال ده. الشركه الدوليه تطلب موظف ارشيف خبره 5 سنين. والله العظيم والله العظيم ما شفته يا فندم غير دلوقتي. انت مش متخيل الورطه اللي انت فيها. لو سبتك لبتوع الاتش ار هياكلوك. انا عايز اساعدك يا فندم، ابوس ايدك ساعدني. ايه حكايه شهاده الخبره دي يا عادل؟ طيب يا فندم، انا هقول لحضرتك كل الحكايه ان انا عايز اقدم لعمر ابني في المدرسه. اتفضل. والمدرسه طالبه شهاده خبره. انا حضرتك رحت المدرسه عملت انترفيو، بس المشكله الكبيره ان هم طالبين شهاده تثبت ان انا قادر ادفع فلوس المدرسه واتوبيس المدرسه واليونيفورم بتاع المدرسه والحفلات بتاعه المدرسه، والحاجات دي كلها يا فندم محتاجه ضمان. والضمان ده بقى هو شهاده الخبره، صح؟ ايوه والله يا فندم. القصه دي لمستني. انا برضو ولادي في مدارس انترناشونال، اكيد انضف من مدارس ولادك، لكن انا حاسس بيك. بس صدقني انا مش هقدر ادي لك شهاده خبره. ايه بس يا فندم؟ عادل، انت متعين عندنا بعقد مؤقت. انك تاخد شهاده خبره ده موضوع مش قانوني خالص، وانا هنا بمثل القانون. ايوه يا فندم، بس ده ابسط حقوقي. في عندي اقتراح لطيف جدا ممكن يحل المشكله. لا احنا هنتفرج على حاجه. مالك؟ انك تمضي لي على الورقه دي. يلا يا عادل، يلا حبيبي. ايوه يا فندم، بس كده حرام. هو ده اللي عندي. انا مش بعمل كده علشانك، انا بعمل كده عشان عمر ابنك. هو ما وحشكش ولا ايه؟ بصراحه ما وحشنيش يا فندم، انا لسه موصل عادل الصبح يعني. الورقه اللي انت هتمضي عليها دي يا عادل ورقه قانونيه 100%. مفيش خط بيزنس، مفيش لبن في النسكافيه ولا ساده، مالكش غير شاي، وحتى مش من ميه الكولدير. من هنا ورايح مش هتقعد في مكتب لوحدك، هتقعد في مكتب جنب الاستاذ سمير، مش جنب نرمين. فهمني؟ مش جنب نرمين يا عادل. هتمضي على الورقه دي هتاخد شهاده الخبره، مش هتمضي مفيش شهاده يا عادل. الو. ايوه يا حبيبتي. لا طمني، عمر هيدخل المدرسه. انا جبت الورقه. ايوه عمر لازم يدخل المدرسه. لا مش بعيط، دي دموع الفرح، دموع الانتصار. هيدخل المدرسه، لازم يدخل المدرسه. ايوه هنفتح محل فطاطري